الترندي دايت او الدايت اللي بقى موضة العصر دلوقتي في التخسيس ونزول الوزن وقالب الدنيا بقاله فترة هو الكيتوجينيك دايت. وهو من اشهر الانواع الدايت اللي موجودة دلوقتي. هو دايت بيعتمد على الفاتس او الدهون الصحية والبروتين، ويلاغي تقريبا الكربوهيدرات، وممكن تستخدم فيه كربوهيدرات بس بنسبة قليلة جدا، وساعتها مش هيبقى كيتوجينيك، هيبقى لو كارب دايت. طب خليني اقول فوائده ان هو بيعالج مرض الصرع وبيعالج الكانسر وبيقلل الدهون الثلاثية وبيظبط الضغط، وليه فوائد كتير، بس ممنوع للناس اللي عندها السكر تايب 2 او تايب 1 والناس اللي هي عندها مشاكل في القلب. الدايت ده بينزل وزن كتير في اول 6 شهور. الدايت ده معتمد زي ما قلت على الدهون الصحية مش الدهون الضارة، يعني زيت الزيتون وزيت جوز الهند والسمنة البلدي او الزبدة البلدي الطبيعي. معانا في معظم انواع الخضار. اللي ممنوع فيه في الخضار هو البطاطس او الحاجات اللي فيها نشويات زي البسلة. معظم الفاكهة ممنوعة او كلها ما عدا البيرز زي الفراولة. معانا كل انواع البروتينات موجودة فيها زي الفراخ او اللحمة او السمك اللي فيه دهون زي الماكريل والتونة والسلمون. معانا في الدارك تشوكلت بنسبة 90%. الدايت ده زي ما قلت ان هو بينزل وزن كبير جدا، بس مشكلته انه بيرجع الوزن بسرعة جدا لو ما عملتش حاجة اسمها مينتيننس او حافظت على الوزن بطريقة التثبيت مع دكتور طبعا بيكون فاهم. الدايت ده على فكرة الكيتوجينيك فيه منه 3 انواع، هو مش نوع واحد. اول نوع اللي هو الستاندرد العادي اللي هو بيبقى 80% فاتس دهون و20% بروتين وممكن كارب بنسبة بسيطة. تاني نوع السايكلينج او ان انا بدخل كربوهيدرات بس بنسبة معينة كل فترة علشان الجسم ما يقعش مننا ويهبط. تالت نوع وهو اللي بيعتمد على بروتين بنسبة اكبر، يعني توصل ل40% والباقي دهون. ده الترندي دايت. في دايت تاني ترندي بس يعني ناس كتير ما تسمعش عنه، هو الباليو دايت او الباليو دايت. ده اللي معتمد على الهانتر، يعني الناس اللي كانت بتصطاد زمان، الحاجات اللي كانوا بيصطادوها او الحاجات الصحية زي طبعا الطيور والخضار والفاكهة، ومستثني من ذلك الكربوهيدرات او الحبوب عامة ممنوعة في الباليو دايت، وبرضو نفس التأثير بتاع الكيتوجينيك دايت. هكلمكم الحلقة الجاية ان شاء الله عن باقي انواع الدايت. يا رب اكون فدتكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.